هو güzel. صباح الخير، صباح النور، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اليوم كيف ما تشوفوا حصيل ونهير، ما نحكي لكم مش مزيان على الاخر. اليوم لهنا في تركيا عندهم 23 نيسان، يعني 23 ابريل يحتفلوا حصيلوا، عندهم احتفالات لهنا حصيلوا خاصة بالطفولة، عيد الطفولة. هاي قلت برا على الأقل، هي جلقة أيلين جلقة في الدار، قلت نخرجها على الأقل تو 10 متاع الصباح. حصيل قلت نخرجها على الأقل تشوف واش فما واش ما فماش. أنا ما الحقيقة ما نكذبش عليكم، ما نتبعهاش الأعياد هذيا، أما باباها قال لي هزها، قال لي على الأقل خلي تشوف حاجات عاملينها في الميدان، يعني قدام الولاية. والله أعلم، أنا الحقيقة ما حضرتش حتى مرة، الحق نتاع ربي. حضرت مرة واحدة وقتها في معرفش في نوفمبر، وقتها فما احتفالات زاده، وقتها ماشية لانطاليا في 2020، وقتها صدفة يعني متعدين في الطريق. الحق نتاع ربي ما عمري ما حضرت الأعياد الوطنية نتاعهم. قلت خليني نهزها على الأقل تشوف الأجواء، خلي تشوف حتى على الصغار. ها فهمت؟ إذا تنشرشي قديورس من البارح ويت تستنى، قلت لها راه عندي لك سيربريز. قالت لي شنو هي السيربريز؟ قلت لها تو الصباح كي تفيق نقول لك عليها. Onu davul çalacaklar çocuk bayramı. بالميوم كي باباها فزد عليا كل شيء حصيله. فند اون حصيله، باباها حرق لي كل شيء. طلعت بحذاه لبست البشا، طلعت بحذا باباها تصبح عليه حصيله، قال لها راه فما عيد اليوم مدري شنو. هبطت لي قالت لي شبيك ما قلتليش راه فما عيد وفما احتفال حصيله. قلت لها ما نعرفش، قلت لها ما في باليش، عملت روحي ما في باليش. قالت لي علاش ما تقوليش الحقيقه، انت تكذب عليك. قلت لها مانيش نكذب عليك، ما نعرفش. قلت لها وانا بالحق ما نعرفش، فما ما فماش، خاطر سمعت منه هو حاجه مانيش متاكده منها، ما نجمش نقولها راهي فما ولا ما فماش. المهم حصيلو هاني باش نهزها حصيلو. لو كان فما حاجه تو نصورها لكم، المهم نوريكم الاجواء. انا بطبيعتي عندي قضيه هابطه للميدان، عندي قضيه لازمني نقضيها. حصيلو هاكم معايا في الفيديو. كيف ما تشوفوا ها واحلى فيها. حصيلوا جيت لهنا لقدام الولايه ونمشي يعملوا الاحتفال، ما فماش الصغار، هزوهم للستاد باش يعملوا باش يدهنوا الستاد الصغار، باش يعملوا الماكل الاشغال هذيك. بصراحه بعيد عليا الستاد، لازمني ناخذ مينيبيس باش نوصل للستاد. في الستاد بحذا السوق الاسبوعي بصراحه، والطفله تتمرمد لي تتعب. قلت خليني نخليها تلعب شوي في البارك ونمشي نقضي شوري ونروح. ها Babama fotoğraf atar mısın? تمام. قالت لي يا ماما باش نلعب وانتي اعمل لي تصور وابعثهم الباب. كلي بابا ما يعرف ايش في التو تلعب في البارك، ومن قبل يطلب ويعاود. هذه oyna azıcık şeye gideceğiz، AVM'ye gideceğiz بطنجرة باكي، نمشي نشوف على طنجرة صغيرة. حصيلوا الطنجرة اللي شريتها اخر مرة هذيك في النوار باش نطيشها، ماهيش كاليتي باهية بصراحة. انا خذيتها بوذروح لمحل، خذيتها نتاع نقولوا نحن نتاع شداني دينو برا، ما عادش باهية، لازمني نبدلها لاني سهل ربي نبدل كل شيء. حصيلوا كل وين نقرر باش نبدل الماعون تطلع حاجة. حصيلوا يا ربي سهل وكا، وكل شيء بتسهيل ربي. وقت اللي جيت باش نبدل الطناجر وحصيلوا باش نشري طقم تاع طناجر واصحنا وكل شيء، رست لي نبدل في الصالة، ورست حصيلوا مرمى وحالة حليل تاع الدروج. هاي برا قلت ميسالش، خيرها في غيرها، ميسالش. ما عندي ما نعمل، تو نشري طنجرة شداني دين، حتى لازمني المرة ذي نشريها اينوكس ولا نشريها الومنيوم باش على الاقل تشد لي وقيت. خاطر الالومنيوم ماك تعرفوا الالومنيوم ما يصير له شيء يداوم، والإينوكس زاد كيف باش نشريها اينوكس لازمني نشريها اينوكس كاملة، يعني حتى من اليدين نتاعها اينوكس. ne yardımına ihtiyacım var. Ne ihtiyacın؟ قالت لي يا ماما عاوني خليني ندرج يتيم. حصيلوا خليني. Ha yok olmaz, azıcık sallan gidiyoruz. Hadi başla, sen başla. 1, 2
طبعا بشلة بكيم هدي. تمام خليني ندز بيها شوي، خالتها لها بحتى دقيقتين 3. ماشي لازم نمشي نشوف على فلفل زينة باش نعمل طرف هروس. قلت انا خرجت على الاقل حاجه وحويجه باش ما نبقاش مشغش بحصيله ماشي جايه. شوف طنجره كان لقيت ساره، كان لقيت حاجه يعني، ولو انه كل شيء غلا بصراحه. تو فلوس ما عادش قاضيه حتى شيء الحق نتاع رب. عندي 400 ليره تو نشوف شنو يشيروا لي حصيله. الكارطه ما جبتهاش في الدار، جيت على اساس اني جايبتها هي للاحتفال. من بعد خممت قلت خليني نمشي مادامني بحذا الدب. وها هو الدب ورايا بالضبط. جست نقص الكياس ندخل. هذاك الحانوت اللي ديما نقضي منه المعون حصيله ونشري منه البلاستيك. يا ترمى ها يا تمزمه. قلت لها يزي، قالت لي لا ما يزيش. يا ترمى يا ترمى هادي ازجيك شيء صلنجاك دورنا قدر. هنا هذايا مقفول متاع مقرونه كيما تعرفوا. هذايا مش متاع كسكسي بالطبيعه، هذايا متاع مقرونه. هذايا كركماز نفس اللي عندي في الدار مقفول. فما هذوما، فما طنجر هذوما مزيانين ماهوش محطيط عليهم السوم، فيهم حتى الصغيرين بالكل متاع صوص. هذه متاع صوص صغيره مثلا. هذوما الالومنيوم فيهم هكا. هذم هكا بصراحه ما نكذبش عليكم ما نتشجعش عليهم هذوما. كاع هذوما انواع الغرابل زاده فيهم طايات، فيهم متاع الشعر وفيهم تخشين شوي. كاع جالسنا نجيب قليل معايا تهبلني. شوفوا هذا مزاد صغروني مزاد تاع صوص. دير نونو ديرو نو هكا ونوفر تشكلش جاب ربي ماهوش ما يتكسرش. اهو تاع الصوص صغيره مثلا باش تعملوا دولمه ولا حاجه. اللي ما تشوف الكاميرا بقى. اوكي. فما هذم ما عادش نحب ناخذ ريسك بصراحه في هذوم. 385 ليره. وهذوم اكبر منهم كبار برشا ب 485. نحب ناخذ واحده اينوكس لمحالها. شوفوا هذه ب700. ما نحكي لكمش هذوما قديش غاليين. هذه 1600. شوفوا هذيك كركماز خاطر هذيك كاسكاس ديجا 1600. ذي مقفوله اهو تاع ايترتين. هذي خاطر الكاسكاس. هذي المقفول اللي تحته. هذي متاع فيها 4 لتر ونص. هذي 1600 ليره. يا حصر كي كان رخيص. هذي زاده مقفول كيفه. هذي متاع مقرونه اكيد. هذوما غاليين النوعيه هذوما غاليين كل على الحجر 720. هذوما كبار برشا هذوما. الحمد لله. بصراحه مش 1350 السماح بصراحه. 600 500. الحمد لله. هذوما بصراحه نحب ناخذ من هذوما خاطرهم رزان جرانيت. هذوما الجرانيت رزان. ترسيلي بلاش طنجره تو والله باش ترسيلي بلاش طنجره. عندي ما نعمل اخر. عنديش منع ترسيلي. نستنى حتى نبدل الواحد كامل السيرفيس كامل.
هذه لحقت صغرونه وما تقضيش الشهور هذه، خاطر نحب ناخذ الكولير نتاعو هكا. هذوما صغرونين ما يقضوا الشهور. طيب صوص بالباهي زاد. حسيلو توا دخلت للدار، هذوما الحاجات اللي شريتهم. مشيت حصيلو للاكتارجي اللي هو اللي يبيع الفحات يعني. شريت هذا النعناع الشايح، شريت 200 غرام ب50 ليره، وشريت كربوناتو هذيا 200 ليره ب10 ليرات. استغفر الله، 200 غرام ب10 ليرات. وهذا كيلو فلفل زينه كما قلت لكم، خاطر نشري مع عند واحد بركه يعني ثقه يجيب فيه من هطاي. هذا كيلو ب 250 ليره. تصوروا انتم كنت نشري فيه ب 40 ليره. شوفوا الدنيا كيفاش سبحان الله الاسوام كيفاش طارت. هذا ب 250 ليره. وشريت هذوما تعديت الحانوت اسمه كارادينيز يعملوا المعجنات. هذا اسمه الهنجيل كيما المقرونه بالضبط، حصيلو اسمه الهنجيل. هذا كنت نعمل فيه في الدار. السنه ما عملتش، في الصيف اللي تعدى ما عملتش. خلي ما عملتش، رصتنا ما عناش. هذا يحبوا برشا حمويه، شريت منه رطل. هذه طنبل شورباسي تشبه برشا للنواصر، اما هي جويده على الاخر. هذه تطيب تتصمت كيما المقرونه وتتخلط بالبن والنعناع الشايح والثوم. هذه اسمها طنبل شورباسي، يحبوها برشا خاصه لهنا في الولايه هذيا. ولهنا خديت كيلو نتاع يفكه. هذه كيلو يفكه اللي هي تاع البوريك فريشكه يعني ديريكت يعملوها ويمدوها لك وهي طريه. هاك شوفوها طريه ما شاء الله. شريت منها كيلو. هذه بصراحه تجي في كل شيء، تجي بوريك ملفوف، تجي بوريك يعني في الطبق كامل، تجي حتى شو اسمه هذيك طاجين ملصوقه، تجي مش نورمال. حصيلو شريت منها كيلو. هذه ب 60 ليره. هذه 45 ليره. هذه 45 ليره. هذه 10. هذه 50 وهذه 250. شفتوهم هذوما قضيات ما فما حتى شيء، اقسم بالله 460 ليره. هذوما دفعت فيهم 460 ليره. المهم نشوف شنو باش نطيب لهم. هذه ان شاء الله بقدره ربي باذن الله نوعدكم باش نحضر لكم به وصفه عالميه، بما انه تو الدنيا سخنت وحوايجنا تبقع سبحان الله. ونلبسوا الابيض برشا في السخانه، خاطر الابيض ما يجبدش الشمس. نقولوا نحن هذا معروف علينا في البلايص الكل لا محاله، حتى لهنا نلبسوا الحاجات الفاتحه، وخاصه صغارنا كي يلبسوا خلاعي مثلا، ولا رجالنا ولا نحن نلبسوا الخلاعي تبقع سبحان الله، ولا عرق هكا يبدا اللون نتاعو اصفر ولا حاجه، خاصه كيما قلت لكم البقايا المستعصيه. هذه ان شاء الله بقدره ربي تو نشارك معاكم وصفه باذن الله باش ننحوا بها البقايا، خاصه في الدبش الابيض، وحتى الدبش الالوان راهو يتنحى ليسونسيال الدبش الابيض. باش نستعملوا الكربوناتو. هذا الكربوناتو على فكره اللي نستعملوه في الحلو وفي الحاجات في الماكله، يعني هذا الكربوناتو اللي هو كربونات الصوديوم اللي نستعملوه في الماكله. هذا راهو هذا باش يبيعوه ديجا في الباكوات، يعني يبدو ساشيات صغيرين كيما خميره الجاتو، كيما الفانيليا حصيلو، كيما سكر فاني وكل شيء. انا نشريه صبه الحقيقه من عند نفس الراجل، نشريه صبه. ان شاء الله تو نشارك معكم الوصفه. هذا ان شاء الله زاد باش نغربلو ونخلطوا، خاطر البصل الحاضر والهروس ما عادش عندي حتى طرف، ولازمني نعمل الهروس، خاطر بصراحه ما نكذبش عليكم ما نجمش نطيب ماكله من غير هروس. والله حبست قسما بالله. تو عنده جمعه ولا قداش من اليوفالي. حسيلو قريتو اخر مره طيبت به معاكم المرقه نتاع الشكشوكه هذيك نتاع البصل والبطاطا. اخر مره هذوكم الطرف اللي كملت بهم قسما بالله قداش من نهار. توا ما عنديش باش نطيب بالفلفل المهروش. لازمني هذايا نخلطه اليوم ان شاء الله باش نعبيه في الحقوق نتاعو ونلقيه باش نطيب به. المهم باش نمشي تو نسال الراجل نقول له شنو باش يطيب، خاطر انا بصراحه ما نكذبش عليكم نويت نطيب مكرونه سباغيتي بالصوص، مكرونه سهله يعني فيسع نتاع ربيع ساعه. حسيلو جوست تسمط المكرونه، حسيلو الصوص فيسع يطيب. نسالو راجلي ياكل معانا ما عندوش حتى مشكل. باش نسالو حمويه نصمت له هذايا والا نطيب لهم هذيا بالبن، خاطر يحبوها بالياغورت الطبيعي نخلطوا بالثوم والنعناع الشيح، وهذه نصمتها كيما مكرونه. مازلت ما نعرفش الحقيقه باش نطلع له توا، خاطر هو الفوق نطلع له نسالو شنو باش ياكلوا، ومن بعد نجي ننصب الفطور. وعندي زاد الماكينه فيها الحوايج لازمني ننشرهم ونشوف ندور في حوالي. حصيلو ثماش حوايج هكا قطايع، تعرفوا الدنيا سخنه تو، واحد ماذا بيه ما يكدش الحوايج، ماذا بيه ديما يغسل وينشر باش ديما الحوايج بزايد وديما الدنيا نظيفه. المهم حصيلو هاكم معايا في الفيديو هذا، كملوه معايا للاخر، وان شاء الله بقدره ربي يعجبكم الفيديو يكون خفيف عليكم.
وتو نشوف شنو باش نطيب حسيلو، تو نشارك معكم اللي باش نطيبو، تو نشاركو معكم. نتمنى ان شاء الله الفيديوهات اللي قاعده نقدم فيها وقاعده نشارك فيها معكم تعجبكم وتنال رضاكم، وما تكونش يعني نقولوا نحنا ثقيله روح عليكم، وتستفادوا منها طبعا. ديما راني نحاول نشارك الحاجات اللي نعيشهم يوميا، نشاركهم معكم من غير تصنع، من غير حتى شيء، من غير مبالغه. اللي نعيشه هذاك هو، مش معناها راني نعيش في تركيا معناها هاي كلاس ودرا شنو، عاديين، راهم عباد عاديين صحيح الحمد لله، معناها عندنا كل شيء متوفر، كل شيء، اما كمام ديما ماذا بيا نقعد في النيفو اللي عشت فيه، يعني ما نحاولش نخرج من القشره نتاعي، ما نحاولش نتكبر على العباد، ما نحاولش نتكبر على نعمه ربي، حتى نعمه ربي راهو نكبروا عليها، ما نحاولش نتكبر لا لا نتربي لا 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 على العباد، لا على المتابعين نتاعي. نحاول ديما الله يخلينا في قشرتنا كما نقولوا نحن، ويخلينا في صباغتنا. الله لا يخلينا متكبرين كما نقولوا نحن. ان شاء الله ربي يخلينا في قشرتنا، نحاولوا ديما واحد ما يخرجش من قشرته، ديما يتمسك باصله وحصيله. المهم هاك معي في الفيديو هذايا، وان شاء الله بقدره ربي اللي باش نعملوا تو نشاركوا معكم باذن الله. لين كيف ما شفتوا عندي الراس متوسط نتاع بصل، قصيته لهنا في المقلب، باش نحط عليه زيت نباتي باش نخليه يتقلب، باش نحط معاه الثوم زاده. هذه صوص نتاع المقرونه، باش نطيبها بالصوص نتاع الطماطم، مانيش باش نطيبها بالطماطم معجونه ولا حاجه. بالنسبه للفاح تفوقوا كيف ما تحبوا نتوما. باش نخلي البصل هذا يتذبل بالباهي، باش نحط معاه الثوم زاده. هذه اول مره باش تشوفوها الطريقه نتاع مقرونه سباجيتي. نجموا تحطوا اي نوع نتاع مقرونه راهو، اما بصراحه سباجيتي تطلع ابن وبنينه بصراحه. كما تعرفوا توا الدنيا سخنت، واحد ماذا به ديما حاجه فيسع فيسع. لان هذا تقريبا 3 سنات تاع ثوم، نحطهم مع البصل ونخليهم يتدبلوا مع بعضهم بالباهي، وبعد باش نزيد لهم الصوص نتاع الطماطم. يعني كما شفتوا هذا البصل تذبل مع الثوم، باش نزيد الصوص نتاع الطماطم توا. نجموا تزيدوا كميه ما اكثر. هنا عندي ورقتين صغار نتاع رند، الرند مش ضروري راهو. بعدين نحركوا شوي، نخليها تغلي شوي الصوص هذيا. مانيش باش نحط ملح، خاطر باش نملحس الماء نتاع المقرونه، باش نغسل فيه المقرونه. بالطبيعه الصوص هذيا راهي مالحه، بالطبيعه التون باش نحطوا مالح، الزيتون مالح، الكبار مالح، مانيش باش نملح. نخلي الصوص هذه تغلي شوي، تقريبا دقيقه 2 هكاكا، وبعد نضيف لها المكونات الكل. هذه نخليها تغلي شوي، ندير لها شويه فراخ، انا شويه تبلك شو اسمها كركم، تبلو كاويه، مغرفه صغيره فلفل مهرش باش تجيني متلذه نقولوا نحنا يعني موزوزه، فلفل قرح. كما لاحظتوا ما حطيتش لا هريسه عربي لا هروس لا حتى شيء. باش نخليها هذه هاك مع الفحات. نقص لها الغاز ونخليها تغلي شوي، بعد باش نضيف لها بقيه المكونات الصوص نتاعنا تبدا حاضره. باش شفتوا نحركها ونخليها تقريبا دقيقه 2 هكاكا، ديجا بدات تشرب يعني تاع تخفير الصوص نتاعنا. الماء نتاع المقرونه قاعد يغلي، هذا باش نقص له ونخليه. باش نحط المقرونه تغلي، نغطيها هذيا. المقرونه يغلي باش نحط فيه شويه ملح، نحط المقرونه نتاعي تتصمط. باش نقسمها على زوج. هذه المقرونه نتاعي حطيتها، نخليها تتصمت.
تقريبا 8 دقائق هكاكا. وبعد باش نكمل المكونات نتاع الصوص. وقت تسمط المقرونه نحطها على الصوص. هذه المقرونه تو نخليها تتسمط ونرجع للصوص باش نكمل نحط له المكونات نتاعو. هذه نخليها تو تتسمط هكا. هنا كيف ما تشوفوا باش نضيف المكونات الاخرين. لهنا عندي هذه الطن اللي صبرته معاكم، باش نزيد الطن تو لهنا للصوص هذيا. تزيدوا الكميه اللي تحبوا عليها، تحبوا شويه تحبوا برشا. صدقوني هذه تحضر فيسع خاصه الناس اللي تخدم لتديونات مثلا، اللي عندها صغار مثلا يحبوا مقرونه صغارها يعني يجوا هي عندها قضيه ولا حاجه فيسع تحب تطيب لهم حاجه هكا مزروبه نقولوا نحنا. بالنسبه لكميه الثوم كيف ما قلت لكم تبقى لكم اختيار لكم، انتم تحطوا قد ما تحبوا. لهنا باش نعمل هكا شويه برك زيت نتاع الثوم يبنن برشا. بالطبيعه المقرونه نتاعنا قاعده تغلي، هذه لهنا نحركوا شويه. بالطبيعه تنجموا ترشوا المعدنوس، انا ما عنديش معدنوس الحقيقه، اما يبنن برشا. تحبوا تحطوا في الصوص المره الاولى وقت اللي تحطوا لها الطماطم، وتزيدوا في الاخر. لهنا هذا الثوم نتاعي حطيته. ونجو توا المكونات الباقي. عندي لهنا زيتون اكحل وزيتون اخضر، وعندي الكبار. الزيتون الاخضر والاكحل كل حاجه منها مغرفتين، والكبار مغرفه كبيره. هذوما المكونات الاخرين نزيدوهم كيف ما قلت لكم. هذوما مالحين، هذاك علاش ما ملحتش الصوص. هذه الصوص نتاعي كيف ما تشوفوا. نخليها تغلي 5 دقائق بركه، ومن بعد باش نطفي عليها وتكون الصوص نتاعنا حاضره. ما تاخذش برشا وقت. جوست المقرونه نتاعنا تتسمط المقرونه، ومن بعد نزيدها لهنا في الصوص هذه هي الصوص نتاعنا حاضره. وتجي بنينه برشا واسرع مقرونه بصراحه، وتجيكم بنينه على الاخر. خاصه المقرونه سباجيتي تنجموا تحطوا اي نوع نتاع مقرونه، اما ننصحكم جربوها بالمقرونه سباجيتي تطلع ابن. نغطيها ونخليها 5 دقائق وبعد نطفي عليها. كيف ما شفتوا لهنا هذه المقرونه. الحقيقه انا ديما المقرونه نطيبها الدنتي، يعني ناقصه طياب شويه، ما نحبهاش تبدا طايبه برشا. هذه الصوص نتاعنا كيف ما شفتوا قربت الزيت نتاعها، خليت عليها الغاز باش تزيد تغلي. وتوا المقرونه هذه كيف ما شفتوا نهز المقرونه كيف ما شفتوا بالطريقه هذه، نصفيها من الماء هكا وديريكت نحط في المقله كيف ما شفتوا هكا، ديريكت نحطها على الصوص. نجموا تصفوها كلها يعني فرد وقت وتصبوها. انا ما حبيتش نستعمل برشا معون حصيله، ديريكت من الطنجره للصوص باش تزيد تغلي في وسط الصوص هذاك دقيقتين 3 تتشرب الصوص. هذه في تونس نسموها عمليه تجمير، يعني نجمروا الروز ولا مقرونه ولا حاجه نحطها في الصوص تتجمر. لان هذه باش المقرونه نتاعنا تزيد تشرب الصوص اكثر. صدقوني تجي بنينه على الاخر، والاهم انها فيسع تحفر. هذه مقرونه صيافي. اكيد برشا يستغربوا يقولوا كيفاش زيتون وكبار في وسط المقرونه، اما جربوها واحكموا. هنا توا باش نحرك المقرونه كما شفتوا باش تشرب الصوص. بالطبيعه مش لونها مش كيما نقولوا نحنا الطماطم المعجونه، اما كوميم وديجا ما حطيتش برشا. يعني الطماطم المعجونه الطماطم الصوص نورمالمون نحط الضعف نتاع الكميه، انا حطيت شويه برك، ما حبيتهاش تكون يعني حمرا برشا، حبيت كل شيء يكون فريشك. ليسونسيال حاجتي بالطعم نتاعها يكون بنين. هذه المقرونه نتاعنا كيف ما شفتوا. خليها تو تشرب الصوص، خليها تقريبا دقيقتين 3 هكاك تزيد تشرب الصوص هذاك، ومن بعد باش نحطها في صحن تقديم. هذه هي المقرونه نتاعنا كيف ما شفتوا ما شاء الله. تجي تشبه برشا للبايله الاسبانيه.
هذه باش خليها كيف ما قلت لكم تتجمر، تشرب الصوص هذاك كيف ما تلاحظوا، خليها تشرب شويه الصوص وباش نحطها في صحن التقديم بالطبيعه. اما صدقوني يكونوا متاكدين اللي الطعم نتاعها راهو يكون بنين برشا كيما المقرونه بالصوص التونسيه. وهذه المقرونه نتاعنا كيف ما تشوفوا بعد ما حضرت ما شاء الله، ما نحكيلكمش على البنه اللي فيها. حصيلوا تبعوا الطريقه وتجيكم راهي بنينه على الاخر. هذا الفيديو نتاع اليوم، وهذا كان روتين اليوم، حبيت نشارك معكم النهار كيفاش تعدى. وهذه وصفه اليوم، طريقه سهله للمقرونه بالتون، فيها زيتون فيها كبار، ما نحكي لكمش على البنه اللي فيها. ننصحكم جربوها وباش تعجبكم برشا. ما تنسوش تشجعوني بلايك وكومنتير، وما تنسوش تبارطاجوا الفيديو مع الاهل والاحباب. فضلا وليس امرا، نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي وصفات جديده، وفي امان الله.